صباح الخير والسعادة لقلوبكم أحلى متابعين في الدنيا. متابعيني أنا في المطبخ مع سنة النجريسكو. وصفة طلبتوها مني كتير، ويعني كنت مأجلاها شوية علشان الدايت، لكن قررت النهاردة أعملها معاكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. في القلاية بتاعتنا هنزل بالزيت، ممكن يبقى ميكس ما بين الزيت والزبدة، ممكن زبدة بس. ده صدر فرخة، انا قطعته القطع زي ما انتم شايفين، قطع صغيره زي ما انتم شايفين، ممكن تقطعوه شرايح، يعني التقطيعات دي حسب ذوقكم، حسب ما بتحبوا. اول ما تتشرب معانا السوائل اللي هتنزل معانا من الدجاج، هننزل بالملح والفلفل الاسود والبابريكا، وبنقلب. بعد كده هننزل بالبصل بتاعنا، البصل بنقطعه اي تقطيعات احنا حابينها، وبنقلب البصل بتاعنا. البصلايه بتاعتنا بصلايه متوسطه، هننزل عليها بفصين من الثوم. اذا حابين تستخدموا الثوم البودر مفيش فيها مشكله، بس الثوم الفريش بيبقى افضل. دلوقتي بقى هننزل بميكس كده من الفلفل الالوان، لو مش متاح عندنا فلفل الوان ممكن ننزل بفلفل رومي بارد. وبنقلب كل المكونات بتاعتنا، وكده بنسيبها حوالي 5 دقايق على نار متوسطه، وبعد كده بنطفي عليها، بتبقى جاهزه معانا. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض البشاميل. طبعا في التوقيت ده انا بدات يعني اسلق المكرونه بتاعتي، المكرونه بتاعتي سباجيتي، بدات اسلقها. وهنبتدي نعمل بشاميل مع بعض. ومقادير البشاميل بتاعنا: معلقتين من الزيت، مكعب من الزبده ما يعادل معلقتين، يعني احنا كده استخدمنا 4 معالق من المواد الدهنيه. اول ما الزبده بتاعتنا بتدوب بننزل بالدقيق، 4 معالق من الدقيق. زي ما قلنا احنا استخدمنا 4 معالق من المواد الدهنيه، معلقتين زيت، معلقتين كمان من الزبده، بننزل عليهم ب4 معالق من الدقيق، وبنقلب كده زي ما انتم شايفين كده في اتجاه واحد. دلوقتي بقى هننزل بلتر كامل من الحليب. القوام بتاع البشاميل بتاعنا بيبقى قوام متوسط، يعني مش تقيل ومش خفيف. اذا تقل معانا بنخففه اما بالمرقه او بنخففه حتى بالميه بتاعه سليق المكرونه. وبنقلب في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين معايا كده. دلوقتي بقى هنزل بالمرقه بتاعتي. في حال ان ما عنديش مرقه، اكيد هحتاج ان انا ازود توابل، لكن بما ان المرقه بتاعتي فيها كل البهارات فانا مش هحتاج ازود اي توابل. ودلوقتي انا نزلت بمقدار من الجبنه الموتزاريلا، مقدار كده نص كوبايه. وعايزه اقول لكم اذا كان متاح عندنا جبنه كريمي ممكن نستخدم الجبنه الكريمي، ما كانش متاح عندنا ممكن نستخدم زي ما انا استخدمت كده الجبنه الموتزاريلا. وكده البشاميل بتاعنا بيكون جاهز وهرفعه من على النار. ودلوقتي جبنا الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين معايا كده، وهننزل فيها باول حاجه البشاميل. هنعمل طبقه كده من البشاميل، هننزل عليها بالمكرونه الاسباجيتي بتاعتنا. ننزل على المكرونه بتاعتنا بالبشاميل طبقه تانية. ننزل عليهم بقى، هننزل على الطبقه بتاعتنا التانية دي بجبنه موتزاريلا. ودلوقتي هننزل بقى بالدجاج بتاعنا. عايزه اقول لكم يا جماعه ريحه الخلطه بتاعت الفراخ بتاعتنا بجد حلوه قوي، ريحه قد ايه يعني تشهي زي ما بيقولوا. ننزل بقى بباقي المكرونه بتاعتنا وهنوزعها. محدش يا جماعه يدخل في التعليقات ويقول لي يا سنه انت بتعملي دايت، انتوا طلبتوها مني وانا ما صدقت ان صاحبتي عندي وهي كمان بتحب زي النجريسكو فقررت ان اعملها. ننزل عليها بباقي البشاميل بتاعنا، بنوزعه كده على وش المكرونه. ما تبخلوش يا جماعة عليها بالبشاميل لأن بجد بتبقى جوسي وطعمها حلو جدا. دلوقتي بقى هننزل بشوية جبنة موتزاريلا كده على وش الصينية القمر بتاعتنا. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، تاخد معانا حوالي من 25 ل 30 دقيقة عشان تبقى جاهزة معانا. حتى يا جماعة هي ما بتحتاجش الشواية. بصوا يا جماعة
المكرونة طالعة معانا جوسي وطعمها قمر. أنا بجد مستغربة صاحبتي إيه اللي أخرها لحد دلوقتي. حبيتكم كمان تشوفوها معايا بعد ما بردت، ممكن نقطعها القطع تبقى عاملة ازاي. بس بجد يا جماعة هي جمالها كله وهي لسه طالعة سخنة كده من الفرن جوسي، دايبة كده في الجبنة الموتزاريلا، موضوع كبير يعني. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. صباحكم سعادة لا تنتهي.